بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال. وحشتوني كتير كتير من المرة اللي فاتت، من آخر مرة كنا مع بعضينا، وحشتوني كتير كتير. ربنا يخليكم ليا يا رب ويجازيكم خير ويجبر بخاطركم، وكل اللي بيشاهد لي الفيديوهات بتاعتي ويشاهدها لي للآخر وبيشاهد لي الإعلانات بتاعتي، ربنا يخليكم ليا يا رب ويجازيكم خير. انا النهارده هعمل حاجه جديده كده. قلنا نعمل ايه فقلت اعمل اجنبي. طبعا انا اسفه خالص على الصوت اللي طالع دوت لو كنتوا سامعينه، فده صوت الجيران اللي فوقينا اللي معرفش بيطفشوني ولا ايه بالظبط. ربنا يتوب علينا يا رب. ده فجله. انا طلعت اشتكيت كذا مره ورحت لصاحب البيت اشتكيت كذا مره، ف ربنا يتوب علينا. بيعملوا بالعامل، لا عاملين حساب حد بيذاكر ولا عاملين حساب حد مريض ولا عاملين حساب حد. على السلم هنا حتى قدام مني هنا معرفش كانوا بيجروا ايه، يا اما يخبطوا على السقف يا اما يخبطوا في الحيطان. ربنا يتوب عليا يا رب، ربنا يتوب عليا. ناس والله العظيم قليلة ذوق، قسما بالله ناس قليلة ذوق. عشان اطلع اتكلم تاني ممكن يقول لي ايه، انت مالكيش حق تتكلمي معايا، انت ساكنه زيك زيي، انت هنا زيك زيي، مالكيش حق تتكلمي. وصاحب البيت هيقول لي ده بيدفع ايجار، انا ليا ايجاري. كل اصحاب البيوت كده يقول لك انا ليا ايجاري. يصطفوا مع بعض، يعني ايه؟ نقطع بعض نموت بعض عادي. متضايقه انا شويه يعني. ما لاقوش منها فايده مشوا، ما لاقوش ان حد طلع رد عليهم تاني. زهقت والله العظيم، زهقت والله. واحد مش عارف يلاقيها منين ولا مين. طبعا الكلام ده كله ده المفروض الست كانت عملته لي يعني عندها، بس ابو عبده هو ايه اللي جابها لي، فما يعني ايه ما بيعرفش يتصرف بردك زي ما يكون انا هروح اشتري. جابها لي من الست اللي تحتينا من هنا تحت البيت. ده كل ده المفروض هي بتشيله وبتديه لحد عنده معيز، عنده لا مؤاخذه باين يعني بياكلوه. طبعا انا هحطه في كيس وهيروح يرميه، بيروحوا ياخدوه اللي عندهم حاجات زي كده، بيروحوا يدوروا في عزكم الله يعني في الزباله وياخدوه. طبعا انا هقطعه كده ورد ورد كده، وبعد كده هبتدي ان انا ايه اقطعه يعني ايه مناسب، مش كبيره خالص كده. طبعا انا حاطه الميه تغلي على النار، حاطه فيها ملح وكمون. الكمون ده عشان الانتفاخات زي ما انتوا عارفين يعني، ان ده حاجات خضرة وكده فبتعمل انتفاخات يعني. يا رب لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. عارفين الواحد لما بيعمل كده يا رب ترتاحي، بحس براحة نفسية، مفيش احسن من كلمة يا رب. ان شاء الله باذن الله هروح خلاص المستشفى يوم الاحد باذن الله، عشان الدكتور يحدد لي بقى الميعاد باذن الله يعني من غير مقاطعه، وهشوف هيقول لي امتى بقى باذن الله. بصوا لونها ايه يا حبايبي، لونها بنفسجي يعني. هل اللون الموف ده يعني هي لسه ما استوتش مش عارفه، بس كبيره يعني ما شاء الله عليها كبيره. عارفين الزيطه اللي على السلم دي كان بجالها فتره، كان مجالها من بدري شغاله،
وانا عايزه افتح، عايزه اظبط لكم عشان تشوفوا اللي انا بعمله. كان بجالها من بدري شغاله، وانا عايزه افتح واقول ايه هيخلصوا دلوقتي هيخلصوا دلوقتي. ناس والله العظيم الناس بقت معدومه الحساسه، مفيش حد بيحس بحد دلوقتي. الواحد عشان تطلع تتكلمي مش هنخلص مش هنخلص. النبي يا رب تتوب عليا يا رب، النبي يا رب تتوب عليا يا رب من قاعدة الإيجارات يا رب، يا رب توب علينا يا رب. طلعت اهي، شايفين؟ طلعت. ابتدي بقى ان انا اقطعها كده. يعني الوردة بخليها حلوة كده، حلوة كده جميلة. طبعا انا ايه دخلت بقى المطبخ. بصوا لميت اللي انا قطعته اهوت ورد ورد زي ما انتوا شايفين كده، بالحجم اللي انتوا شايفينه ده. تمام، لميته كله. طبعا ايه هسلقه كله، بس مش هعمل ده كله طبعا، هنعمل بالطلب بس، لان هو ما بيتاكلش غير وهو سخن. طول ما طالما برد خلاص. طبعا جهزت انا التوم عشان توفيرا للوقت، عشان ما حدش يسيبني ويمشي، وتتفرجوا لي على روتين كامل يعني. طبعا التوم ده بنحط له بقى ايه التوابل. طبعا هم فصين يعني عملتهم حياتي. طبعا زي ما انتوا عارفين انا ما بحبش اسيب ورايا ميه. وطبعا مجهزه الميه اهي، اوريها لكم. الميه حطاها على النار تغلي اهي. بصوا حاطه فيها الغامق ده كمون، الكمون اللي مخليها كده، حاطه فيها كمون وملح. تمام، علي شويه. انا بقى ايه ما بحطش بيض بصراحه ربنا، بحط دقيق وملح وكمون برضو. اوريكم والبقدونس والشبت، انا طبعا مقطعاهم ونقعيهم اهو توفيرا برضك للجهد. بصوا توفيرا للوقت، علشان ايه محدش يسيبني ويمشي. حط الدقيق كده. الدقيق بقى انا بعمله بربه بميه، لا هو خفيف ولا هو تقيل، يعني حاجه حلوه كده، اللي هو ايه اللي انا اقليه في الزيت يبقى حلو يعني. المواسير بتاع الميه بتزين. حبه شطه صغيرين، نحط حبه ملح، حبه كمون. الحمد لله. كمون، نحط كزبره مسحونه، حبه مسحون. الحمد لله. كده بس اوعى هتعطس، مش من هنا يا فجله.
الملح يمكن ايه نعوزه. طبعا اقلب ده كده. طبعا ده اللي فيه ايه التوم. بس امشي من هنا، انزل انزل، تعالى انزل. بصوا اقلبه كده عشان ايه التوابل اللي انا حطيتها. لو عايز دقيق تاني هنحط عادي، بس اهم حاجه ان ايه يبقى كويس. اعتقد ان احنا ايه هنعوز تاني، هنعوز حبيبي انا كده. بصوا الجمال، بسم الله ما شاء الله، بألف هنا وشفا اللي ياكل. طبعا اوريكم اللي ايه هشيله في التلاجة اهو، دوت ياخدوا منه ايه، ده بالخلطه ياخدوا منه على طول يحطوا ايه في الزيت يعني. دوت مش محطوط له حاجه بس مسلوق. فطبعا ده هشيله في التلاجة كده وايه زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم بقى اللي يجي لحد هنا وما اشتركليش في القناه يشترك لي فيها ويفعل لي زر الجرس عشان يوصل لكم منه كل جديد ان شاء الله. وبشكر اي حد بيقول لي اي كلمه حلوه واي حد بيجي يجبر بخاطري باي كلمه. وشاهدوا لي الفيديو للاخر بالله عليكم بالاعلانات، بالله عليكم عشان ينزل لي الربح. انا نفسي والله العظيم، نفسي اكبر منها بقى القناه، نفسي والله. ربنا يبارك لكم يا رب ويجازيكم خير، واشوفكم على خير ان شاء الله في روتين جديد مع فيديو جديد. مع السلامه.